واسم الحكم نتاع زواج المتعة في ذهب الملك. واسمه الحكم نتاع اللي يظن نفسه انه يطبق الشرع الاسلامي بزياده الزوجه بما يسمى زواج المتعه. واش وصل لكم هذا المرض؟ وصلكم هذا المرض زواج المتعه. زواج المتعه عند جمهور علماء السنه زنا. تعرفوا اسمه زواج المتعه ولا ما تعرفوش؟ باش تعرفوا زواج المتعه يتزوج المراه على مده معينه، يقول لها نديك على 3 ايام على 4 ايام. عند الشيعه الاماميه زواج المتعه ان يتمتعوا في مدة زمنية محددة. وإحنا عندنا الزواج لا يكون صحيحا إلا إذا كان زواجا مؤبدا. فإذا عياذا بالله حدد وخم 30 عام يعتبر زنا، وخا ما تعيش أنت 30 عام. لو كان تقول تزوجك أنا خطبتك باش نديك إن شاء الله على 30 عام، أقبلت سيدي نكون مرتك على 30 عام، هذا الزواج زواج ولا ماشي زواج؟ هذا زنا. إنما أنت تتزوج المرأة زين وفي نيتك أنها زوجتك في الدنيا وفي الجنة. عمرو ما تنفصل مع راس زوجي حتى في الأخيرة. شوف وصل لكم هذا المرض نتاع الشيعة. هذا السؤال كيحسسني باللي كاين نشم الريحة الخنزة نتاع التشيع. الشيعة اللي كيسبوا أبو بكر وعمر وعثمان، يسبوا عائشة. من سب أحد أصحاب الحبيب صلوا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. خلا دار لله تهضر في شي صحابه ودير كيما راهم يديروا الشيعة، يمشيوا عند القبر تاع فيروز المجوسي ويبقاو يسبوا أبو بكر وعمر وعثمان. الشيعة نتاع الخميني الذي كتب في كتابه الحكومة الإسلامية إن الإمامة درجة لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب، معصومين. واللي يزور قبر نتاع واحد من الأئمة قال لك يا سيدي احسن 70 حجة في الإسلام. نعم يا زين. وكيقول من تمتع مرة كانت درجته مع الحسين، ومن تمتع مرتين كانت درجته مع علي، ومن تمتع 3 كانت درجته مع رسول الله والسلام. الزنا يشرعنون الزنا كما في كتب، وانا تكلمت عليها في الخطب نتاعي لما تحدثت عن المبادئ المنحرفة للشيعة الإمامية انطلاقا من مصادرهم في خطب متتالية أثناء إعدام صدام حسين، من اللي يبقوا يصلوا على النبي يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم عجل فرجهم ولعن عدوهم. عجل فرجهم باش يخرجوا العدو نتاعهم هما حنايا أهل السنة. أنا درت الخطاب راه اللي يتبعهم واحد بواحد درس. واش راه فيك كاين هنا كنت تسمعوا شي واحد اللي يسب صحاب النبي؟ سمعوها كان تسمعوا؟ كاين شي واحد اللي يسمع؟ هو الحمد لله الحمد لله.